ناخد بقى صورتين موت. يلا حماده. يلا حلاوه. واحده كمان. بقول لك ايه، بص بقى الصوره دي. صوره موت. الصوره دي جامده قوي. جامده جدا. ودي. لا بقول لك ايه، تنزل على الانستجرام. لا مؤاخذة يا شباب معلش. الصورة اللي انتوا صورتوها دلوقتي الجماعة عندي باينين فيها، بس انا اسف يعني لو ما فيهاش رخامة ينفع تمسحوها؟ ايه نمسحها؟ يعني احنا بعد ما ظبطنا البوزيشن الانستجرام وصورنا يا ابني. تيجي تقول لي كده بسرعه نمسحها؟ عشان ايه يعني؟ عشان الجماعه؟ طب دي جماعتك مش جماعتنا، انا مالي. مش قصتنا بقى ان انت واقف في الشارع، احنا بنتصور ودي حريه شخصيه. وبعدين انت عارف يا حبيبي الصوره دي تجيب قد ايه على الانستجرام؟ ما تقول له حماده. يعني لايكات وكومنتات وسوشيال ميديا وعادي بقى شغل الشغل. ده بقى المشكلة دلوقتي في الزمن ده، ان كلكم بقيتوا تبصوا على اللايكات والكومنتات وما بقاش حد يبص للحرمة حتى. طب انا اقول لك على حاجه بقى يا معلم، انت واقف في الشارع، انا مش بتصور في بيتكم، وكمان انا مش كل ما اجي اتصور هبص كده مين في الخلفيه عشان اشيله او ما اشيلوش، انا بتصور في الشارع. فانت بقى لو مش عاجبك المكان خد بعضك وامشي. استنى يا حماده، بعدين هو انت كنت واقف معاه كده وبتعمل ايه؟ اللي انت بتتكلم عليها دي مراتي، وانا ما اسمحلكش تقول كده. واللي واقفة معانا الصغيرة دي بنتي، وهي تعبانة وعندها مرض وحش ربنا يعافيك. عشان كده انا قلت اخرج وافك عنها شوية. ربنا يشفيها لك. طب بس عشان انت صعبت عليا قوي بقى، بص بقى يا امور، فكره ان انا امسح الصور دي تاني انساها من خيالك. فكره بقى اللي انت واقف في الشارع وعايزني انا امسح الصور وتقول لي جماعتي ومش جماعتك، زي ما انا قلت لك مش همسحها. فشوف انت بقى عايز تعمل ايه، لان انا مش هينفع اقل منك وانت معاك حريم، فما تطولش عشان ما تجيبش القله لنفسك. يلا بقى يا حبيبي روح شوفها. يا شباب انا مش عايز مشاكل، فلو سمحت بعد اذنكم تمسحوا الصور.